فكك بجد من كل الهبل والكلام والهري الفاضي ده. انت هتعملي ليميت كده، هو ساعتها هيكش كده ويرجع لورا، واللي هو اوه بجد، لا دي عندها حدود فعلا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما. لو انتوا اول مره تشوفوني بتمنى ان انتوا تلاقوا ان الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم، تتفرجوا على بقيه الفيديوز وتعجبكم. بصوا، انا النهارده عايزه اتكلم في موضوع مهم قوي قوي. يمكن اتكلمت فيه قبل كده، بس انا المره دي حابه اتكلم فيه معاكم بطريقه مختلفه شويه. وهو ان انت ازاي تكوني واثقه في نفسك. يعني الثقة دي تكون كده مليون بجد. ليه؟ لأن مجرد ما تثقي في نفسك، والله العظيم، والله 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 وعد، كل حاجة هتتغير. نظرتك لكل حاجة هتتغير، وتعامل الناس معاكي هيتغير 180 درجة بطريقة انتي مش متخيلها. فخلونا النهاردة نتكلم في حاجات انا لاحظتها على مدار سنين طويلة. لان انا زمان شخصيتي كانت مختلفة عن كده شوية، ما كانتش ضعيفة، بس ما كانتش يعني واصلة للحتة اللي انا فيها دلوقتي. فخلينا نتكلم ونقول انا ازاي قدرت ان انا اوصل لحاجه شبه كده. فانا كل حاجه انا مجهزه، كل حاجه النهارده كاتباها في النوتة بتاعتي، لان انا مش بتخيل حياتي من غير ان انا اكتب واكون كل حاجه يعني مدوناها. خلونا ندخل في اول حاجه على طول، وهي ان انتي لازم تكلمي نفسك اكتر من اي حد تاني. يعني ايه؟ دايما خلي نفسك قريبه من اي حد تاني. بمعنى ان انتي لو عندك صحاب، ماشي، في صحاب بيبقوا قريبين مننا كل حاجه، بس برضو ستيل تكون نفسك هي اقرب حد ليكي، وتكوني عارفه تتكلمي معاها ازاي وتتواصلي معاها، وتكوني عارفه هي ايه. لان انا دايما بعتبر ان الشخص اللي بيكلمك جوه، يعني كل واحد جوانا عنده صوت كده داخلي، الصوت الداخلي اللي جوانا ده بيبقى مختلف تماما عن الشخصيه اللي احنا بره والشخصيه اللي احنا نبدو عليها يعني. فدايما خلي كلامك مع نفسك الداخليه كلام كويس، واعرفي هي عايزه ايه بالظبط. ولما تجيلك فكره، يعني مثلا ساعات كده بيجيلنا ايه، مثلا انتي مش هتنجحي، او انتي مش احسن حد، خدوا دماغكم على قد عقلها، وخدوا الصوت ده بجد على قد عقله، وما تاكدوش ابدا ابدا على الصوت اللي يجيلكوا ده. ما تقولوش ايه بقى، فعلا انا كده، لا. اوعوا اوعوا بجد يا جماعه، الموضوع ده بيقلل الثقه في نفسه بطريقه انتوا مش متخيلينها. فبجد خلوا دايما عندكم حته اللي هي ايه، الصوت جالي، طيب خلاص ماشي، انا هاخده على قد عقله، مش مشكله، انا مش سامعاه، طيب هنبقى نتفاهم في الموضوع ده بعدين. انتوا فاهمين قصدي؟ فبجد اوعوا دايما تتكلموا عن نفسكم اللي جوه بطريقه مش كويسه، وخلوا دايما ان انتوا زي ما قلت لكم تعرفوا يعني تتكلموا معاها اكتر من اي حد تاني. وده ليه؟ لان ما تتوقعيش ابدا 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 انك تثقي في نفسك وانتي مش عارفه نفسك. لان احنا ساعات بنبقى من كتر ما احنا اللي هو ايه، بيبقى في دماغنا مثلا احنا عارفين نفسنا، بس الحقيقه والله العظيم لا، انتي مش عارفه نفسك فعلا كويس. لان انتي لو عارفه نفسك كويس مش هتعملي لها حاجات هي ما تستحقهاش. فدايما دايما خلي عندك، خدي بالك من نفسك دايما. خلي اللي جواكي دي شخصيه غير اللي براكي، مش مختلفين، مش قصدي كده، بس انا قصدي تعاملي معاها على اساس ان هي بجد واحده صاحبتك، وافهميها، وافهمي هي قالت كده ليه، وافهمي هي فكرت كده ليه في الموقف ده. واكتبي كتير، جد الكتابه سحر. الكتابه دي بتفسر الشخصيه قوي، وبتبقى بتساعدك جدا، وبتخليكي اقرب من اي، يعني بتخلي نفسك اقرب ليكي من اي حد تاني زي ما قلنا. فبجد يا جماعه اكتبوا، دي اول حاجه هتفرق معاكم جدا. تاني حاجه بقى، وهي ان انتي تخلي عندك طاقه غير اي حد. بمعنى ايه؟ يعني مثلا احنا بيبقى كل انسان احنا بنشوفه بيدينا طاقه معينه، صح؟ بتشوفي مثلا بنت بتحسي ان اوه واو، هي ازاي طالعه بالطاقه دي. كل واحد بيبقى عنده طاقه مختلفه عن التاني. في ناس بتبقى عايزه تقلد كل حاجه بتشوفها من الناس التانية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو شافت البنت دي بتعمل كذا او بتتصرف كذا او اي حاجه، بتبقى عايزه تقلدها بالظبط وتمحي شخصيتها هي تماما. دي بجد مش حاجه صح ابدا. اكتر حاجه هتميزك بجد وسط الناس اللي حواليكي ان انت تكوني عندك طاقه مختلفه. وبعد كده هتلاحظي ان هم اصلا اللي جايين يقولولك كده. يعني زي ايه مثلا؟ هيحسوا دايما ان مثلا لو انا بتكلم عن نفسي، فهم دايما مثلا حاسين ان سما شخصيه مختلفه بجد. مش عشان انا بعمل كل حاجه اقدر عليها عشان ابان شخصيه مختلفه، لا خالص خالص. عشان انا عندي طاقه ليا، انا طاقه خاصه بيا. يعني مثلا لو حد جه في دماغه سما، فهو هيجي في دماغه حاجات معينه انا ببقى مبيناها، عشان ببقى على طبيعتي قوي. فهم بيحسوا الاحساس ده. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني اوعوا 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 بجد تقلدوا اي حد، واوعوا تحسوا ان انتوا عايزين تاخدوا البنت دي او النسخه دي كوبي كده وتخلوها انتوا. لان ده مش صح. لان اكتر حاجه بتبهر الناس واكتر حاجه بتبهرني انا شخصيا ان يكون الانسان على طبيعته. دي حاجه بجد يا جماعه تحفه. وحاولوا بجد المرات الجايه ما تبقوش يعني متبنيين شخصيه اي حد. خلوا دايما طاقتكم هي اللي تتكلم. وبجد مش شرط الطاقه دي تكون طاقه اللي هي طاقه صاخبه، او ان انتوا يعني بتتكلموا بصوت عالي ودايما مهيبرين، لا خالص خالص. الطاقه على حسب بقى انت شخصيتك ايه. ممكن بنت تكون طاقتها هاديه قوي وجميله كده وفيها وقار وفيها هيبه، فبجد تدي احساس للناس ان هي كده. دي اكتر حاجه
بتفرق في الشخصيه وبتزود الثقه بنفس ان انت تكوني عارفه ان انت عندك طاقه مختلفه عن بقيه الناس. لما تكوني مصدقه الحته دي صدقوني الثقه بنفس بجد بتزيد الضعف. وممكن اقول لكم مثال، يعني زمان شويه قبل، يعني مثلا قبل دلوقتي بحوالي 5 سنين كده ولا 4 سنين، كنت دايما بحس ان انا مش عاجبني ان انا شخصيتي هاديه. يعني الكومنت اللي انا كنت بسمعه دايما من الناس اللي حواليا ان انا شخصيتي هاديه وان انا في حالي قوي وكده. هما ما كانوش بيقولوا التعليق ده بشكل سلبي، بس انا كنت باخده بشكل سلبي. ليه؟ لان انا كنت طول عمري كان نفسي ابقى شخصيه اجتماعيه قوي، والناس اللي هي بتبقى كده هايبر اكتيف دي انا كنت ببقى عايزه كده. بس اكتشفت دلوقتي ان الحمد لله الحمد لله بجد ان انا مش كده. ليه؟ لان دي الحاجه اللي بتميزني بجد عن اي حد تاني. دي الحاجه اللي بتخلي الناس تحس ان انا مميزة في الحتة دي. ومش بعمل كده عشان الناس تحس الاحساس ده، لا، بعمل كده عشان بجد دي الحاجة اللي اكتشفت ان هي مريحاني، والحاجة اللي لايقة عليا، والحاجة اللي انا مش يعني مش بفيكها كده زي ما بيقولوا، مش ببقى مضطرة ان انا ابقى فيك فيها عشان تبقى كويسة، لا خالص. دي شخصية وانا حباها زي ما هي، ودلوقتي ما بقتش احاول اغيرها ابدا ابدا ابدا. بالعكس بقت حاجة بجد بالنسبة لي تحفة، ومش متخيلة مثلا حاجة تانية او مش متخيلة شخصية تانية عليا غير الشخصية دي. تالت حاجة بقى، والحاجة اللي انا وانا بكتب الحاجات بتاعت النهاردة اكتشفتها او افتكرتها كده، واللي هو بجد حسيت اللي هو الله قد ايه انا ازاي كنت بعمل الحاجة دي وستيل لسه بعملها، وبجد مأثرة على شخصيتي للأحسن قوي، ومخلاني فعلا عندي ثقة في نفسي كبيرة قوي. ان انا دايما عندي قوانين كده انا حطاها لنفسي وحطاها للناس، بجد محدش يقدر يتعداها. دايما وانا صغيره لما كنت فاكره ان انا مثلا كنت في اعدادي او كده، كانوا دايما الناس بتقول ان انا شخصيه اكبر من سنها في ايه، في ان انا يعني عارفه قوي 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 انا المفروض اعمل ايه والمفروض ما اعملش ايه. يعني كانوا بيتفاجئوا قوي من الموضوع ده، ودي حاجه كنت انا بحبها قوي قوي فيا وستيل لسه بحبها. فكره ان انا الشخص اللي قدامي ده انا مثلا انا حاطه ليميتس معينه ليا، انت هتيجي تعديها مستحيل مستحيل اسمح لحد بكده. سواء بقى اصحاب او قرايب او اي حد، ما ينفعش بجد مهما كنتي بتحبي الشخصيه اللي قدامك دي او الشخص اللي قدامك ده، ما تتنازليش ابدا ابدا عن حدودك وعن الحاجات اللي انت حطاها لنفسك وعن مبادئك وقوانينك وكل حاجه انت حطاها لنفسك عشان الشخصيه اللي قدامك دي. ما ينفعش بجد. دي حاجه بتحسس الناس قوي قد ايه ان الشخصيه اللي قدامها دي فعلا عندها فاليو وعندها مبادئ. يعني مهما كان حد جاي مفكر ان هو هيقدر يتعدى الحدود دي، انت هتعملي ليميت كده، هو ساعتها هيكش كده ويرجع لورا، واللي هو اوه بجد لا دي عندها حدود فعلا، وعندها حاجة كده محدش أبدا أيا كان يقدر يتحداها. حتى لو الشخص اللي قدامك ده شخص جامد جدا، أو الشخصية دي حد عمر مثلا ما حد قال لها لأ ولا عمر حد رفضها، بس انتي مجرد ما تعملهم ليميتس يعني هيحسوا ان انتي عندك ثقة في نفسك قوي، عندك شخصية قوية جدا. فبجد اعملوا يا جماعة دايما ليكوا كده ليميتس وقوانين وحاجات مفيش أي حد بجد يقدر يتعداها. وبرضو النقطة اللي بعديها هي يمكن شبهها شوية، بس فكرة ان انت دايما يكون عندك رأي خاص بيكي انت. يعني ما تسمعيش مثلا رأي من حد فانت تروحي تاخديه كوبي بس تعمليه زي ما هو بالظبط وتقولي يعني انت اصلا ساعتها مش هتعرفي تدافعي عن الرأي ده طول ما هو مش رأيك. انا ما عنديش مشكلة ان احنا ساعات مثلا بنقعد مع ناس بنبقى فعلا شايفين ان آرائهم حلوة وممكن يفيدونا بحاجة، واحنا نقتنع بالرأي ده ونبقى يعني متبنيينه بعد كده وفعلا نقوله، ما عنديش مشكلة في كده. بس انا عندي مشكلة في ان الناس اللي دايما بتاخد اي كلام من اي حد وتروح يعني تخبطه كده خبط لزق زي ما هو من غير ما تفكر فيه. دي مش حاجه صح ابدا. انت لما تكوني انسانه عندك اراء خاصه بيكي، عندك وجهات نظر خاصه بيكي بتدافعي عنها وبتقوليها ومش بتتكسفي ابدا ان انت تقوليها، دي حاجه هتخلي عندك ثقه في نفسك رهيبه، وحاجه هتحسس الناس اللي قدامك ان انت مش حد قليل، وان انت مش اي حد وخلاص. عارفين اللي هو اي حد وخلاص؟ ما ينفعش بجد، ما ينفعش ابدا ان احنا نكون اي حد وخلاص. لان ليه احنا لازم يكون عندنا شخصيه مميزه بينا احنا وما تكونش شبه اي حد. وبرده ده ينقلنا لنقطه ان انت دايما تكوني بتتعلمي او يعني تكوني بتعرفي تقولي لا، وبتعرف ان هي ترفض اي حاجه هي مش مناسباها. دي ليها علاقه برضو بالحدود اللي اتكلمنا فيها من شويه، وليها علاقه بالاراء. لو انت شخصيه اي حد قالك اي حاجه بتقولي عليها، فدي حاجه مش صح ابدا، وهتهز ثقتك بنفسك جدا جدا جدا، وهتحسي اللي هو ايه، انتي مشتته. عارفه ايه الاحساس ده؟ اللي هو طب انا مش عارفه انا اوافق على ده ولا اوافق على ده ولا اوافق على ده. طب ما انا لو وافقت على كل الناس دي انا مش هيبقى ليا شخصيتي، مش هيبقى ليا الطاقه المميزه او الفايبس المميزه اللي انا قلت لكم عليها من شويه. فما ينفعش انتي في حاجه يعني مش مناسباكي رفضيها وقولي لا من غير ما تخافي، يعني بجد من غير ما تخافي تخسري اي حاجه. ولو انتي قلتي لا لحد وانتي عندك حق
والشخصيه دي خسرتيها، فانت خسرتيها عشان هي شخصيه مش كويسه وما احترمتش كلمتك وما احترمتش الحدود اللي انت حطاها. رابع حاجه وهي خلي دايما عندك ثقافتك الخاصه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم تكوني عارفه حاجات مفيش حد غيرك عارفها. ومش بقولك الموضوع ده بحيث ان انت تحطي مثلا ضغط على نفسك وتحسي ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه في الدنيا، لا مستحيل، مفيش حد بيعرف كل حاجه في الدنيا. بس انا قصدي دايما كوني خلي عندك مجال انت مهتمه بيه، حاجه عندك شغف كبير قوي قوي ليها، ولما يجي مناسبتها، لما يجي وقتها اتكلمي عليها بكل شغف، اتكلمي عليها. وانت فعلا هتحسي نفسك ساعتها ان انت عندك حاجه تقوليها، مش اللي هو انت تافهه او ان انت فاضيه او ان انت ما عندكيش اي حاجه، يعني مش همك اي حاجه غير ان انت تقعدي تهزري مثلا تبقي شبه الارجوز كده. لا، انت فعلا هتبقى عندك حاجه، وحاجه انت بتدافعي عنها، وحاجه انت قريتيها بقى سواء من كتب او حاجات سمعتيها في بودكاست او فيديوز او اي حاجه. بس المهم ان انت يكون عندك ثقافه في حاجات معينه. وبرده مش لازم الثقافه تكون في الذره، او مش لازم الثقافه تكون في الحاجات دي، لا، مجرد مثلا اي مجال بسيط انت تحبيه. لو حاجه مثلا ليها علاقه بعلم النفس، لو حاجه ليها علاقه يا ستي بالطبخ، لو حاجه ليها علاقه سكين كير، بس تكوني فاهمه كل الحاجات دي. بجد خلي دايما عندك حاجه انتي بتميزك، وحاجه فعلا لو حد جه يتكلم معاكي يكون بياخد معلومه مفيده. خامس حاجه بقى وهي ان انتي لازم تهتمي بشكلك جدا. آه بجد حاسه ان الموضوع ده خلاص مبقاش بمزاجنا، مبقاش بمزاج اي حد. لو انتي واحده حاسه ان انتي لا ما بتعرفيش تهتمي بشكلك، فانتي لازم تتعلمي ان انتي تهتمي بشكلك، لان الشكل اول حاجه ان الشخص بيشوفها. فبجد بجد يعني اوقات كتير قوي قوي بنقيم الناس بناء على شكلها الاول، لحد ما يجوا يتكلموا معانا ونعرف شخصيتهم وكل الكلام ده. دي حاجه طبعا طبيعيه ولازم، مش بتكلم ان احنا نقيم الناس على الشكل بس الشكل هو اول حاجه بتتشاف. فدايما خلي عندك شكل مميز، لبس مهندم، تصرفات مهندمه، كل حاجه تكون مهندمه يا جماعه. ما تخليش حد يختار لك لبسك، لازم انت يكون عندك ذوقك الخاص وتختاري انت بنفسك. يعني انا مثلا دايما انا عن نفسي بحب اللبس قوي، فلما بقعد اتكلم مع ماما وكده بتقعد تقولي سما انت بتختاري لبسك من وانت عندك 6 سنين، انتوا متخيلين؟ يعني مثلا تقولي شوفي ده احسن او كده، لا انا مجرد عجبني الحاجه دي فدي حاجه خلاص انا عجبتني، ومش هخلي حد يختار لي لبسها. ماشي انتوا ممكن تاخدوا راي حد، كل الكلام ده مش بتكلم في كده، بس انا قصدي ما تكونيش يعني سايبه المهمه دي على حد تاني، اللي هو اختاروا انتوا وانا بقى البس اي حاجه. ده مش صح ابدا بجد. النقطه اللي بعد كده وان انت دايما يكون عندك نظره ثابته. يعني ايه؟ مش قصدي بطريقه تخوفهم او كده، بس يعني ايه؟ اللي هو يكون في كده ثقه وانت بتتكلمي، او ثقه في النظره فعلا لما بتكلمي شخص تكوني بصلهم في عينيهم. وما تبقيش مثلا مرتبكه او بتبصي في كذا حته في نفس الوقت، لا. دايما برضو تكون مشيتك ثابته، يعني ما تمشيش باي طريقه، ما تمشيش بطريقه كده فيها سرعه زياده عن اللزوم، لا. النظره وطريقه المشي بجد بجد يا جماعه بتفرق بطريقه انتوا مش متخيلينها. فبجد خدوا بالكم من كل التفاصيل دي. النقطه اللي بعد كده وهي ان انتي ما تحاوليش ابدا تهري عمال على بطال. يعني ايه تهري عمال على بطال؟ يعني مثلا لو جم ناس مقتنعين او شايفين ان انتي شخصيه فيكي كذا وكذا وكذا، وانتي ما فيكيش الحاجات دي خالص، مش مشكله، خليهم يشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه. هتقعدي تثبتي لهم وتقول لهم لا على فكره انا مش كذا، طب والله بصوا استنى انا هثبت لكم، طب مش عارفه ايه، طب بصوا انا مش عارفه اتصرفت ايه، انا معنى كده ان انا مش اللي انتوا بتقولوا عليها. فكك بجد من كل الهبل والكلام والهري الفاضي ده. اللي عايز يشوف ان انتي كويسه هيفهم ده، ويعرف ده من شخصيتك، ويعرف ده من اسلوبك ومن طريقه كلامك. فعلا فعلا مهتمين ان هم يعرفوا. انما لو جه حد قالك ان انتي كذا كذا، عادي ما يقولوا فيها ايه يعني بجد، مش يعني ده مش هيخسرك حاجه، ومش هينقص منك اي حاجه، سيبيهم يتكلموا زي ما هم عايزين. النقطه اللي بعد كده واللي هتزود ثقتك في نفسك جدا، ان انتي يكون عندك روتين ثابت خاص بيكي انتي. مش لازم روتين ده اللي انتي تكوني مثلا بتصحي كل يوم تروحي الشغل وتعملي حاجات كبيره قوي قوي، لا. الروتين ده لو حتى بسيط، بس يكون روتين خاص بيكي انتي، فايبس كده معينه تكون ليها علاقه بيكي انتي، تكون بتعبر عنك، تكون بتمثلك. كل الكلام ده يا جماعه بجد بيزود الثقه بالنفس بطريقه انتوا مش متخيلينها. النقطه اللي بعد كده وهو دايما حسي ان انتي شخصيه نادره، مش زي اي حد. حتى لو انتي مش كده في البدايه، بس لو عملتي كل الحاجات اللي انا بقول عليها، او لو بدأتي فعلا تهتمي ان انتي يكون ليكي قيمه عاليه، فانتي هيجيلك وقت غصب عنك هتحسي ان انتي فعلا شخصيه نادره، هتحسي ان انتي مش زي اي حد، هتحسي ان انتي يعني مش موجود زيك كتير. ومش بتكلم من نقطه ان انتي كده يعني مغرورة او غرور او تكبر، لا خالص. بس فعلا فعلا الانسان لما بيكون عارف قيمة نفسه، وعارف هو يقدر يعمل ايه، وعارف لو عمل ده هيوديه ايه، ويكون واثق ان هو فعلا يقدر يعمل ده، فهتكوني شخص نادر فعلا، هتكوني شخصية نادرة. وكمان هيجي ناس تقولك الموضوع ده من كتر ما انتي فعلا ليكي قيمة، الناس هتيجي تقولك
هو انت ازاي شخصيه نادره كده؟ هو انت ازاي شخصيه يعني مش شبه اي حد هم شافوهم قبل كده؟ بجد يا جماعه صدقوني والله العظيم عن تجربه الحاجات دي بتحصل، بس المهم ان انت تكوني عارفه ان انت كده تمام. يعني محدش هيجي يقولك كده وانت اصلا من جوه مش حاسه ان انت كده، مستحيل مستحيل بالعكس. وده برضه بالمناسبه يخلينا نقول حته ان انت لو مش مصدقه ان انت واثقه في نفسك، او مش مصدقه ان انت فعلا عندك قيمه، ما ينفعش تستني من حد ان هو يعاملك على اساس ان انت عندك قيمه، لان الاحساس اللي طالع منك بيوصل للناس وفعلا بيحسوه بيتعاملوا على اساسه. فلو انت حسيتي ان انت حد تافه او حد ملهوش لازمه او حد مش واثق في نفسه، هما يتعاملوا معاكي على اساس انك كده. لو العكس تماما وحسيتي ان انت اجمد حد في الدنيا، بس برضو من غير غرور ومن غير تكبر، ما بتكلمش في الموضوع ده خالص، فعلا لو حسيتي كده هيحسوا كده وهيضطروا غصب عنهم يتعاملوا معاكي على الاساس ده. النقطه اللي بعد كده وهي اللي بتاثر فينا قوي وساعات بتحسس الناس ان هما ما عندهمش ثقه في نفسهم، هي ايه؟ هو دايما كلام زمان. يعني ايه كلام زمان؟ يعني مثلا وانتي صغيره شويه، او انتي لما كنتي في مرحله المراهقه، تسمعي حد يعلق عليكي تعليق مش كويس، يعلق مثلا على حاجه في شكلك، يعلق على حاجه في شخصيتك، فتكوني مكمله بقيه عمرك ومكمله بقيه حياتك انتي مصدقه الحاجه دي عن نفسك. دي كارثه، بجد دي كارثه. لان مجرد ما الواحد يبدا يتحرر من كلام الناس زمان، والله العظيم هيحس ان هو ثقته في نفسه زادت اضعاف، وهو اصلا لسه ما اشتغلش على باقي الحاجات. ما بالك بجد لو اشتغل على باقي الحاجات؟ فدايما لو انت في دماغك اي كلمه حد قالها لك زمان، او مش شرط زمان، حد قالها لك عموما حتى لو دلوقتي، فكري بس شويه بعقل، هل انت فعلا كده؟ ساعتها ممكن دماغك تقول اه انا كده وهم عندهم حق، بس صدقيني ما تسمعيش الكلام ده. لو حد صادق جدا جدا بيعلق لك كومنت، حد فعلا زي ام مثلا او اب او كده، فعلا اسمعي كلامهم. انت ممكن يكون عندك فعلا مشكله في الموضوع ده وتحاولي تعدليها. بس لو حد انت حاسه ان هو نرجسي او شخص يعني آم، بيقول كلام مش كويس او كده، فبجد بجد كل الاراء بتاعتهم دي تمثلهم هما، وما تمسكيش انتي باي طريقه. بجد ما تفكريش في اي حد قالك اي كلمه وحشه قبل كده، وانطري الكلام ده من دماغك خالص، وفعلا اتعاملي على اساس انتي ايه وانتي عايزه تصدقي عن نفسك ايه. النقطه اللي بعد كده وهي ان انتي ما تحاوليش ابدا تستني راي الناس فيكي. يعني ما تقعديش تقولي لكل الناس ايه رايكم في اللبس اللي انا لابساه، ايه رايكم مش عارفه في شعري اللي انا عاملاه، او ايه رايكم في الميك اب بتاعي، ايه رايكم في كل الكلام ده. ما تعمليش كده. دي اكتر حاجه بالنسبه لي بتقلل الثقه بالنفس، ان احنا نكون دايما مستنيين نظره رضا يعني في عيون الناس، او مستنيين حد يقول لنا اه ده انتوا جمال، حد يقول لنا ده انتوا ايه الجمدان ده. ما تستنيش ده. انتي مجرد زي ما قلت لك ما تعرفي قيمتك وتعملي كل الخطوات دي، فانتي فعلا هتبقي عارفه انتي مين ومش مستنيه راي اي حد. وفي الاخر عايزه اقول لكم ان بجد الثقه بالنفس مش هتيجي ابدا ابدا وانتي حاسه ان انتي مشتته وتايهه وضايعه وان انتي مرتبكه ومتوتره طول الوقت، لا. هتبدأ بجد تتبني مجرد ما انتي تتقبلي كده وتهدي، وتبقي عارفة ان انتي ماشي عندك مشكلة دلوقتي في الثقة بالنفس، بس بعد كده لما تبدأي تشتغلي عليها الموضوع بجد هيكون احسن بكتير، وتتقبلي وتبقي هادية كده من جواكي عشان تعرفي بجد تغيري كل حاجة انتي عايزاها. غير كده بجد مفيش حاجة هتتغير. وبس انا كده خلصت. لو الفيديو عجبكم قولولي ان هو عجبكم، واعملوا لايك وسبسكرايب، وقولولي ان انتوا عايزين فيديوهات ايه تانية، مواضيع ايه تانية نتكلم فيها. وبس، باي باي.